ابونا يجي وهو في القداس يقول ايه بعد ما بنسجد؟ الشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعده. اسجدوا لله بخوف ورعده، ده اللي هو ايه؟ اللي هو العيش، اللي هو ده اسجدوا لله بخوف ورعده، اللي هو العيش اللي بيسجدوا له ده. اسجدوا له بقى، ده الله بالنسبه لهم. كلنا بنسجد، خدوا بالكم، نسجد مش نقعد. ما ينفعش تقعد قدام العيش، لكن تسجد لا تسجد عادي. ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دلوقتي اللحظه اللي بتؤهلنا للاتحاد بالله. عشان احنا هناكل الله، احنا هناكل الله. فدلوقتي اللحظه الحاسمه يا جماعه، دلوقتي خلاص الاله هيبقى هذا العيش، فلازم تبقى مرتعد من جوه، لازم تبقى من جواك كده تسجد كده برعده كده، لازم تبقى مرتعد كده من جوه. ليه؟ الله هيبقى في الصينيه دلوقتي. الخبز اللي احنا قدمناه خبز، الخبز اللي احنا قدمناه خبز من قمح الارض، من قمح الارض اللي طالع من الارض ده، هيتحول الى جسد المسيح. الله الله عليك. تخيل القمح اللي في الارض ده هيبقى جسد المسيح. ده ايمانهم يا جماعه، ده ايمانهم. بفعل الروح القدس، بفعل الروح القدس مشترك معاه الكاهن. عشان كده بشوي كامل بيقول ايه؟ واشتركت مع الروح القدس في تحويل الخبز والخمر. اشترك معاه، يبقى الكاهن بيشترك مع الله. بصوا الدماغ، الكاهن بيشترك مع الله عشان العيش يتحول لله. الكاهن بيشترك مع الله اللي هو الروح القدس عشان العيش ده يتحول لله اللي هو الابن. ولا يستطيع العيش ده يتحول بالروح القدس بدون الكاهن، لازم كاهن. الأباركة اللي احنا جبناها من عصير العنب هتتحول بفعل الروح القدس إلى دم المسيح. دم المسيح. عشان كده الآباء بصوا بيقولوا إيه؟ ده يوحنا ذهبي الفم. بصوا بيقول إيه؟ ما بالكأس هو بعينه الذي فاض من جنب المسيح. يعني ايه؟ يعني اللي في الكاس هناك ده هو اللي لما يسوع اتعور في جنبه نزل منه. هو مش رمز، مش بيرمز له، مش خضوع ذكرى، لا،